ازاي تستلم الحمام السيراميك. التركية دي مش للمهندسين بس، التركية دي لازم تخلي بالك منها وانت شغال، عشان تخلي بالك منها وانت بتشتغل. اهم حاجة وانت بتشتغل في القناة بتاعتنا جاي اقول لك المعلومات دي ببلاش، طريقة استلام السيراميك. رقم واحد اهم حاجة المهارة. طب المهارة فيها بعض الديفوهات. المهم بتاعتك العلاقات، يكون معاك الحاجتين دول معاهم ميزان، متر بالزاوية. النهارده انت بتوصف طريقة توصيف تركيب السيراميك ازاي؟ البورسلين لما يكون مساحة كبيرة فانت بتخلي الغلاء الصغيرة تحت اشيك. دي حتة التركية بتاعتنا احنا، دايما الناس بتبدأ السليم من تحت وتلاقي الغلاء فوق. لا احنا موسطنين هنا اللحام في النص، التلت والتلتين، التلت والتلتين يجي فوق ربع وتيجي التلتين تحت. ليه؟ عشان انا عينيا مستوى النظر لما اجي اخش مستوى عين الكادر كده هتلاقي كل ده عينيا شايفه بلاطه حجمها كبير او دايمنشن حجمه كبير. بظبط القصه دي ازاي وانا بشتغل؟ هنا الشغل الحمام ده من ضمن اصعب حمامات عملناها، او هتلاقي اصعب حمام في الكون. اصعب حمام في الكون ده بيشتغل ازاي؟ في تفاصيل كتيره وفي خوارنقات، يعني عندي خوارنق، بوكس خوارنق، بوكس مرايه، بوكس خوارنق، بوكس خوارنق، فكتيره قوي. فانت عشان تفهم او تتاكد ان المهاره دي تمت على ما يرام وتلاقي الدنيا مظبوطه، لازم تكون مهتم ببعض الحاجات. اهم حاجه رقم واحد نخلي بالنا منها التعريض. التعريض هنا قاس 55 55 55. طيب من ضمن التريكات الصنعه الحته دي 45. اللي يجي يقول لك البورسلين ما بيتشطفش هندسه، اصل البورسلين هيشردم اخره 2 3 مللي مع المعجون والسيليكون وتقفيل اللحام، خلاص الموضوع انتهى. مزيكا غير كده بيشتغلك ليه؟ لان هتلاقي النتائج بتاعتك مش حلوه والريزلت بتاعتك مش حلوه. طيب اهم حاجه من القصه دي كمان خلي بالك منها ال 25 سم دول، ال 25 سم دول برضو 25 سم ده تعريض، ثم ال 18 فرد الماده يكون زي ما قلنا على البورسلينه وعلى الحيطه. ولازم نكون مركبين كليبسات، الكليبسات بتاعتنا بتظبط الدنيا، بدون كليبسات الدنيا هتلاقيها بطيخ. طيب العلاقه بتاعتك لما بتيجي توصل البوكس ده بتاع الدفن، انا كنت ممكن اجيب اللحام بادي هنا او بادي هنا، فاهم هنا يا هندسه؟ طيب اللحام ده تبتدي انت تعمل الجريد لاين ده او الغاطس ده، تقسم البلاطه في النص وتقطع منها. بص بقى كمل الفراغات يا باشا، 1 2 3 4 5 6 7. فانت بتفرغ كل الكلام ده وتظبط ال 45 دي على الشكل بتاعك. طب غير كده هتلاقي الدنيا كنافه. طيب رقم واحد التفصيله بتاعتك، البلاطه الجميله اهي من الاول للاخر 90 ثم 5 سم ثم ال 5 سم. طيب بنستلم ازاي؟ اجي ابتدي بقى اشوف الزاويه بتاعتي الجميله دي، زاويه قايمه، زاويه قايمه. تعال اتاكد على الزاويه كده، النور اهو، الزاويه بتاعتي مش منوره، فاتاكد ان الايتمز بتاعتي اهي نفس القصه زاويه قايمه، نفس القصه زاويه قايمه. هنجرب العكس عشان الضلع كبير، زاويه قايمه، العكس زاويه قايمه، زاويه قايمه. ده طريقه الاستلام مع الجريد لاين. اللحام ده هيجي يقفل معايا هنا. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ انت هتمشي الحيطان مع الارضيه. همشي لك الحيطان مع الارضيه. طب انا هجيبها هنا غصب عني هتفصل معايا في الحال، بس هحترم اتجاه واحد. لو انا مش عامل خوارنقات كنت اقدر احكم المكان يمشي ستريت لاين. فالحته دي تركايه تخلي بالك منها وانت بتعمل. هتلاقي بقى البلاطه دي جايه مكمله الارضيه، يعني البلاطه دي هي ال 180 او ال 2 متر جايه مكمله على الحيطه، فانا موزع المسافه تحس بتناسق مع اللحام. موضوع فابريكا دي من ضمن التركات المهمه اللي تخلي بالك منها وانت بتستلم السيراميك. مش عايز اقول لك ان المفروض ورينا يا باشمهندس عمر الميزان ده من ضمن الحاجات اللي هي مهمه برضو. تاكد ان الدنيا ميزان. شايف المايه ميزان ازاي؟ طبعا احنا عارفين رجالتنا وعارفين الاستاف بتاعنا 100%، بس انا بوريك اهو ان لازم تكون مستلم الدنيا دي ميزان. غير الكلام ده في البقى ما تنساش تفعل زر الجرس، تعمل لايك، سبسكرايب، تشترك معانا في القناه.